الكتاب في دورته الخامسة والخمسين. الحقيقة أن تلك الندوة الأمسية هي من العيار الثقيل إنجاز التعبير، وهي مائدة دسمة وعامرة بكل صنوف الإبداع. أولا لأنها تتحدث عن أحد الروائيين المغاربة الكبار والعالميين. ليس هذا بالطبع رأيي، لكن حتى عندما تحدث تينيسي ويليامز عن رواية الخبز الحافي، وهي الرواية الأكثر شهرة في منجز الروائي الكبير محمد شكري، قال إنها وثيقة حقيقية لليأس الإنساني محطمة في تأثيرها. طبعا التحلق حول مائدة محمد شكري العامرة عدد كبير من الأعمال البارزة: الخبز الحافي، الشطار، وجوه، وهي الثلاثية الشهيرة بصيغته الذاتية، وله أيضا السوق الداخلي، زمن الأخطاء، هواية الشحرور الأبيض، مجنون الورد، الخيمة، مسرحية السعادة. له منجز كبير، وذلك يعني هو ما يجعل الأمسية كما قلت من العيار الثقيل. والأمر الآخر الذي لا يقل أهمية عن ذلك الأمر أننا يعني في معية عدد كبير من القادمة الكبار، يعني أقصد طبعا الأستاذ الدكتور صبري حافظ والناقد الصديق الدكتور سمير مندي، والأستاذ الدكتور محمد جبال الناقد والمنامي القدير. أعمال محمد شكري الحقيقة تميزت بإسقاطها الواقعي لطبقة المجتمع المغربي المسحوقة التي يغلب عليها الفقر والتهميش والبؤس واليأس. واللافت فيه أن يعني أغلب تجارب الكتابة أحيانا تخضع لمنطق القراءة أو ما يمكن أن نطلق عليه المثقفة، لكنه استطاع أن يتحدث عن المسكوت عنه إنجاز التعبير، ويتحدث أيضا عن أمور ربما لم تكن شائعة في وقت كتابته، يعني فكرة العنف الأبوي، استغلال القاصرين والاعتداء عليهم. وهو يتميز في هذا الإطار بأنه يعني كان مدفوعا بالمغامرة والفضول بجانب حتى حياته، بالرغم من نجاحاته وإقدامه وشجاعته أو جسارته، لكنه أيضا كانت حياته فوضوية مليئة بالمتناقضات. وبالرغم من أنه كان يكتب عن لحظاته الراهنة وحياته المعيشة بكل تفاصيلها الدقيقة التي يصمت عنها الكثير أو تظل في إطار المحظور، فإنه يبدو في تصوره الشخصي أشبه بفرسان العالم القديم، ليس في بطولاتهم الكبرى بالطبع، ولكن في قدرتهم على مواجهة الحياة وارتشاف كل تجلياتها بشغف ومرارة. الفارس الأول اليوم والذي له باعه الطويل وخبراته الطويلة في الكتابة النقدية والممارسات التأصيلية والتنظيرية في الأدب العربي عموما، الأستاذ الدكتور صبري حافظ، وهو قد بدأ حياته الأدبية بالحصول على الماجستير في النقد الأدبي في مجال الدراما. كانت رسالته عن دراما تشيكوف، وأيضا حصل على أطروحة دكتوراه دولة عن موضوع بالغ الأهمية، وهو موضوع تأصيلي أيضا عن نشأة وتطور القصة القصيرة من 1881 إلى 1970. وده كانت تلك الأطروحة من كلية الدراسات الشرقية والأفريقية جامعة لندن. عمل محاضرا في العديد من الجامعات الكبرى وأستاذا زائرا أيضا، وعن أشهر الجامعات التي عمل فيها أوكسفورد وستوكهولم. من أهم مؤلفاته أفق الخطاب النقدي، دراسات نظرية وقراءات تطبيقية، جدل الرؤى المتغيرة، استشراف الشعر، سرادقات من ورق. الناقد والعالم الشهير الأستاذ الدكتور صبري حافظ. شكرا للسادة الحاضرين ولهيئة الكتاب طبعا التي نظمت هذه الندوة عن محمد شكري، لأن محمد شكري في اعتقادي ظاهرة فريدة في أدبنا الحديث وتجربة متميزة
لا خصوصيتها ولغتها وعلمها الخاص. فمحمد شكري استطاع حقيقة منذ البداية أن يكتب علما مغايرا للعوالم التي عرفها أدبنا منذ بداياته في مطلع القرن العشرين. اقتحم محمد شكري مجموعة من المناطق المسكوت عنها وكتبها بصدق وتزاوج وعفوية. كتب علم القاع الاجتماعي العربي من الداخل وبطريقة صادقة إلى حد الصدمة الجارحة في أحيان كثيرة، كما قبض فيها على تحولات مدينة طنجة وما جرى لها طوال نصف قرن من الزمان. تاريخها المغربي مع سعي المغرب للاستقلال، وتاريخها الغربي والمترع بالتناقضات الخاصة في زمن تدويل هذه المدينة المغربية الشهيرة، وجعلها هذا التدويل مدينة على درجة كبيرة من الخصوصية، لأنها فقدت كل ما يمكن تسميته بأساس القبضة الاجتماعية التي كانت ما زالت يعني تقبض على المجتمع الغربي بشكل عام. فكثير من الذين أرادوا التحرر منها بكتاب يعني مجموعة الكتاب الغربيين الذين ترددوا على طنجة في أربعينات القرن والخمسينات في القرن الماضي، مجموعة غير عادية، مجموعة ضخمة جدا، وربما أشير لها أثناء حديثي عن هذا التاريخ المترع بالتناقضات الكثيرة. وعدد كبير طبعا من هؤلاء الكتاب الغربيين كتبوا هذا العالم في هجينيته، وخصوصا بول بولز وتنسي ويليامز وابن مو وجاك روار ومجموعة كبيرة جدا من الكتاب قد أعرض بعدين فيما بعد. لأن محمد شكري حقيقة عاش تجربة غير عادية، وكتبها بطريقة أيضا غير عادية إلى حد كبير. فهو طالع من القاع الاجتماعي المغربي عقب الحرب العالمية الثانية، وبرغم أنه عاش هذا القاع في تقريبا أكثر درجاته خصوصية، إلا أنه أيضا أتيح له أن يكون جزء من العالم الآخر، عالم الفيلات والجالية الأجنبية صاخبة والمتحللة من كل الروادع والكوابح في ذلك الوقت. فتحول من صعلوك كبير إلى كاتب كبير بحق. فهو ينحدر من أسرة ضربتها الأزمة الاقتصادية العالمية، بدأت في الثلاثينات واستمرت في المغرب على الأربعينات. وحقيقة الطريقة التي كتب بها النص وسياق ميلاد هذا النص هو سياق بالغ الفرادة والخصوصية. فقد حكى لي محمد شكري بنفسه كيف ولد الخبز الحافي. أنه كما ذكرت حينما دخل عالم الكتاب الغربيين أو العالم الآخر الجانب الغربي في مدينة طنجة، كان يتحدث معهم كثيرا، خاصة وأنه لم يتعلم في المدرسة على الإطلاق، لم يتعلم القراءة والكتابة حتى سن 21 بعد أن بلغ سن الرشد. وبرغم ذلك فالحياة أخذته إلى أن يجيد الأسبانية والإنجليزية من خلال التعامل مع هذا العالم الغريب. وأثناء حديثه
لهذه المجموعة الكبيرة من الكتاب الغربيين. قال له تينيسي ويليامز: هذه قصة حياتك، هذه قصة مهمة جدا لابد أن تكتبها. تبرع بول بولز بأن قال أنه لو كتبها فإنني سأترجمها إلى الإنجليزية. وكان في هذه الجلسة ناشر إنجليزي بالصدفة هو بيتر أون، وهو ناشر مشهور، هو اللي بدأ بدايات سلسلة البنجوين والسلاسل المشهورة في عالم النشر الإنجليزي. فقال لبول بول: لو ترجمتها فإنني سأنشرها فورا. فما كان من محمد شكري إلا أن رد عليه: ده أنا كتبتها بالفعل. فقال له بول بولز: إذا أحضر الفصل الأول الأسبوع القادم ونبدأ الترجمة. لم يكن محمد شكري قد كتب شيئا حينما قال ذلك، وذهب وحجز حتى غرفة بعيدا عن عالم المشردين اللي كان جزء كبير منه، وراح كتب هذا الفصل. وطريقة كتابة الطريقة دي اللي اتكتب فيها الخبز الحافي، وكان كل أسبوع يغيب ويروح يكتب الفصل التالي حتى اكتملت الخبز الحافي، وتحولت إلى أول رواية عربية تنشر بالإنجليزية والفرنسية قبل نشرها باللغة العربية. هذه الطريقة في الكتابة هي جزء من البنية النصية المهمة للخبز الحافي، جزء أساسي، لأنها كتابة يتحول فيها جسد الكتابة نفسه إلى جسد التجربة، بل هو التجربة في حد ذاتها كتابة ليس لها أي تقريبا نظير في كل الكتابات العربية التي تحضر بأنك تبدأ تتعمد عملية الكتابة. ولم يتعمد عملية الكتابة على الإطلاق، هو من هذه الأريحية قال إنها موجودة، وإن هو هيروح يجيب له الفصل في الأسبوع التالي. فسياق ميلاد النص نفسه بخصوصياته وفرادته هو الذي تقول هو سر تظاهرة هذا النص وعفويته، كما أنه كما ذكرت أول نص عربي اعترف به كبار الكتاب بتقييم تجربته في القلب قبل أن ينحدر من الغرب إلى ثقافتنا العربية. وكل هذا دار مع محمد رشدي، مع محمد شكري، حينما أعطاني مخطوطة الجزء الثاني اللي هو الشطار، لأخذها معي إلى إنجلترا كي ينشرها الساقي. يبدو أنه كان اتصل بالساقي وقال له أنه هنشره، طلب مني أن أنا أكتب لها مقدمة، وظهرت الطبعة الأولى الشطار بمقدمة أنه هو كان الناشر حريص جدا على أن ينشرها بسرعة بسبب النجاح الكبير للخبز الحافي، وخصوصا باللغة الإنجليزية والعربية فيما بعد، وخصوصا حينما صدرت والأعمال التي تصادر في بعض البلدان يزداد الإقبال عليها، إلى حد أنه في الآخر استعجل وما استناش أن يخلص المقدمة، وإنما بدأ عملية التجميع ونشرت المقدمة كتدليل للشطار. بس الإشارة إلى تصحيح أنه حينما محمد برادة بعدما ظهر الطبعة الأولى من الجزء الثاني السيرة اللي هي الشطار، محمد برادة أقنع محمد شكري، وكانت هناك علاقة يعني طويلة وممتدة بينهما، لدرجة أنه في الآخر اتنشر كتاب للمراسلات الطويلة بينهما. أقنعه أن يغير العنوان إلى زمن الأخطاء. فزمن الأخطاء هي الشطار هي نفس العمل، لكن تسميته بالشطار واقتراح محمد شكري في المخطوط الذي أخذته إلى الساقي أن يسميها
سيرة ذاتية روائية شطارية. كان له أيضا دلالة بالغة على ربط هذا النص بأدب الشطار وأدب الصعاليك في الثقافة العربية وبغيره من نصوص الأدب العربي القديمة التي كتب الباحث عن عدد كبير منها كتاب مشهور جدا اسمه حيل اللصوص قبل 10 قرون. هذا العالم عالم القاع الذي كتب أيضا قديما في الثقافة العربية. والواقع أنه إذا كانت كتابة الخبز الحافي استغرقت عدة أسابيع وهي الفاصلة بين كل فصل والآخر كي يترجمها بولز، إلا أن كتابة الشطار استغرقت 10 سنوات. يعني بعد ما كتب الجزء ما صدر الجزء الأول في عام 72 اللي هو الخبز الحافي، لم تصدر الشطار إلا في عام 92 بعد 20 سنة. 20 سنة. كان محمد شكري في تلك الفترة قد تغير وتغيرت منذ معه طبعا بالطبع، لأن محمد شكري حينما بلغ سن الرشد كما نقول سنة 65 ذهب إلى العرائش ليبدأ تعلم القراءة والكتابة ويبدأ يلتحق بالمدرسة الابتدائية بعدما بلغ سن الرشد 21 سنة 56. سنة 56 دي أيضا بلغ المغرب نفسه سن الرشد، لأن هي سنة استقلال المغرب بعد كفاح طويل ضد الاستعمار الفرنساوي. فتحولات محمد شكري هي جزء أيضا مهم من تحولات المغرب نفسه. وبالتالي كتابة محمد شكري لها طبيعة، وخصوصا بعد كده في الجزء الثاني من الشطار طبيعة مغايرة إلى حد كبير بين الشطار والخبز الحافي، لأن هذه العفوية والتلقائية والتضارة العارمة في الخبز الحافي تحولت إلى نوع أقرب ما يكون إلى الحلول الصوفي، حلول جسد الحكاية في جسد النص، حلول التجربة نفسها التي بدأت فيها مجموعة كبيرة من المتغيرات المناظرة لمتغيرات الواقع الاجتماعي التي صدرت عنه تغير في بنية نص الشطار. وهذا التغير أيضا ترى عليه تغير آخر في الجزء الأخير من هذه السيرة الشطارية الروائية المتميزة حينما كتب وجوه. هذه الوجوه المتعددة التي انفكت معها بنية النص السيري الروائي وأصبح الأشخاص موجودة فيها فقط كوجوه لا يعرفون بعض. وهذا هو ما جرى للمغرب وللواقع المغربي في تلك المدينة في هذا الوقت. كتابة الحقيقة تكون فيها الأنا الراوية، هي الأنا المعيشة للتجربة، وهي التجربة الحالة الفضاء في آن واحد. فبنية هذه السيرة النصية كما اخترت أن أعنون كتابتي عنها هي بنية التحرر من القهر. التحرر من القهر الجسدي والحرمان الجنسي والفقر الروحي والعوز المادي والإملاق العقلي والمسغبة العاطفية إلى آخره، إلى كل أشكال الفاقة التي نعرفها. ومع ذلك فإن بنية كل جزء من أجزائها تناظر بنية التحولات المختلفة باختلاف مراحل العمر بالنسبة لمحمد شكري نفسه ودرجة النضج ومدى التحرر من القرن الماضي بالنسبة له وبالنسبة للمغرب، بالنسبة له من قرن الأرض وللمغرب من قرن الاستعمار. وأصبحت هذه التجربة تجربة بالغة الخصوصية والأصالة. وأرجو ألا وهذا دائما ما يحدث أن هذه التجربة المتميزة تجربة السيرة الروائية الشطارية بتحجب عنا أعمال كثيرة لمحمد رشدي لمحمد شكري. أعمال محمد شكري الأخرى
زي السوق الداخلي، زي مجنون الورد والخيمة، عنده مجموعتين قصصيتين، وعنده كتاب عن علاقة نخطب بجان جيني، وآخر عن علاقة بجينيسي ويليام، وكتاب ثالث عن مراسلاته مع محمد برادة. فشكري بجميع المعايير كاتب كبير ومهم من كتاب أدبنا العربي الحديث. وشكرا. شكرا لاستاذنا الناقد الكبير الاستاذ الدكتور صبري حافظ. والحقيقه ان مداخلته قد طوفت في عالم الكاتب الكبير محمد شكري، وتميزت ايضا باصاله التجربه الذاتيه، التجربه الشخصيه معه. ودائما ما الح على ان فكره المعاصره والمجاهله دائما ما تكشف ايضا عن بعض الاسرار او المنابع الداخليه التي ترفض الانهار التي يراها الناس. هذا امر ايضا مهم. طبعا صحح بعض المفاهيم التي قد تبدو ملتبسه، وربط بعض الاجزاء التي قد تبدو مفقوده في المشهد الخاص بالروائي الكبير محمد شكري. خفت لو اقول محمد رشدي والله. ننتقل الان الى فارس ثاني من فرسان هذه الامسيه البازخه، وهو الصديق الناقد الكبير المتخصص في السرديات الدكتور سمير منتي، وله ايضا عدد من الكتب الهامه سواء في الروايه او في السيره الذاتيه. له كهف افلاطون، السيره الذاتيه في الخليج والهجره الى استعارات بديله. له الزمن والسرد، دراسه تأويليه للنصوص المختاره. السرد بين الخيالي والتاريخي والاسطوري. روايه السيره الذاتيه من خلال ثلاثيه محمد شكري، الخبز الحافي والشطار. حقيقه اعتقد ان تلك التجربه ستجعل هناك مذاقا خاصا لمداخلته. وله ايضا اخيرا المرايا المتقابله، قراءه في اوراق السرد. وله تاملاته الحقيقه في كثير من الحوارات حوالين الالتباس ما بين مصطلح السيره الذاتيه، السيره الروائيه والروايه بشكل عام. لعلنا نفيد من تلك الاسهامات المهمه، واترك له المجال. شكرا على هذه التقدمه الكبيره، وسعيد جدا النهارده طبعا من بجلس الى جوار استاذ كبير مثل استاذنا صبري حافظ، رائدا ومعلما واستاذا، وضيفا الاستاذ الدكتور محمد بشبال، استاذ كبير في مجال البلاغه، وهم ضيفين كبيرين حقا. اسعد بان اجلس الى جوارهما. وشكرا للهيئه العامه للكتاب لانها حقا تذكرت محمد شكري بعد سنوات طويله من النسيان، لاني اتصور انه ليس كثيرا ما يذكر محمد شكري على الاقل في مصر. الحقيقه انا مهتم على وجه خاص بنص الخبز الحافي، وانا اعتقد ان هذا النص هو السيره الذاتيه الحقيقيه التي كتبها محمد شكري بعيدا عن هوايه الادب كادب وكتاليف وكخيال، بمعنى انه كتب واقعه الذي عاشه منذ مطالع الثلاثينات من القرن الماضي وحتى الخمسينات عندما بدأ تعلمه حقا في العراش. لكن الفكرة اللي تشغلني في الخبز الحافي الحقيقة هو كيف أمكن كتابة هذه السيرة الذاتية الروائية كما يكتب على الغلاف. أولا نحن نكتب السيرة في تراثنا العربي القديم كي نصور قدوة أو مثلا أو شخصية عظيمة، بدءا من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ومرورا بسير العظماء الذين أتوا من بعده وكتبوا سيرهم الذاتية. أيضا نحن نكتب السيرة الذاتية كما في الأيام عن شخصية عظيم من العظماء، وليس عن شخصية نصب أو طيش أو
رواية مثلما كتب محمد شكري. كيف يمكن أن نقرأ سيرة محمد شكري أو السيرة الذاتية لمحمد شكري وسط هذا الركام من الأعمال التي تقول إن من يكتبون السيرة الذاتية هم عظماء وشخصيات اهتموا بالعقل والعقلانية والتنجيم؟ إن المعتمد السيرة الذاتي بهذا المعنى ينفي أن تكون هناك سيرة ذاتية لهذه الشخصية التي تمثل العيار والشطار والزعر. وقد أشار أستاذنا الدكتور صبري إلى أن الجزء الثاني حقا من السيرة الذاتية لمحمد شكري كان اسمه الشطار وليس زمن الأخطاء. وأنا أيضا مع هذه التسمية اللي تتجاوب مع الخبز الحافي، وللأسف تغيير هذا العنوان غير هوية الكتاب من وجهة نظري، إذ تظل الشطار حقا تعبيرا عن الشخصية التي أراد أن يصورها محمد شكري، ولو أن البلاغة في الشطار أو في زمن الأخطاء كما سميت بعد ذلك انحرفت انحرافا كبيرا عما نراه في الخبز الحافي من قصر الجمل وعفوية العبارة وقسوة اللغة وعنفها. يكتب محمد شكري يقول في مقدمة كتابه في الخبز الحافي أنه كتب ليشعل عاطفة أو حزنا أو نزوة غافية، بمعنى أنه يكتب سيرة الطيش والغواية ويكتب سيرة النزق، يكتب من قلب الظلام وليس من قلب النور، خارج حساباته النورانية والعقلانية كما كتب طه حسين في الأيام. واسمحوا لي أن أعيد النظر في نص الخبز الحافي في مقابل نص الأيام لطه حسين على تباعدهما وعلى اختلاف الشقة بينهما اختلافا كبيرا. يستخدم محمد شكري تعبير يغوص في الظلام وهو يكتب عن أزقة طنجة ويكتب عن الذكريات. تتحول الذكريات نفسها إلى نوع من الجوسان في قلب الظلام ونوع من الجوسان والتسلل بين البيوت. تختفي كلمة استدعاء لتحل محلها كلمة جوسان. وإذا فإن محمد شكري عندما يكتب يستدعي سيرة الشطار حقا ويستدعي سيرة الزعر في تاريخنا القديم على قلته وقصره. لكني لا أسلم تسليما كاملا ببعد الشقة بين الأيام وبين السيرة الذاتية لمحمد شكري. في رأيي الشخصي هناك أوجه تشابه بين العملين. أولا، أنا لست من الذين يقدسون شخص طه حسين، وهو عنده وجه آخر لسيرته الذاتية يظهر في الأيام بشكل واضح. هناك سيرة هذا الصبي الصغير أولا الذي فشل في حفظ القرآن مرات ومرات، الصبي الذي كان يتهكم على معلمه في الكتاب ويتهكم على أساتذته في الأزهر، الصبي الذي قال عن نفسه إنه أطول الناس لسانا وتحديا لشيوخه وأساتذته. أين ذهبت شخصية هذا الصبي في الأيام؟ لماذا فجأة بدل طه حسين من سيرة صبي طائش ونظر إلى سيرة أستاذ يحمل العلم والنورانية؟ هذه السيرة في رأيي لم تختفي، وإنما تم إحالتها إلى المكمل أو إلى الملحق السيرة الذاتية لطه حسين التي لا يغيرها أحد الانتباه، وهي أديب. في أديب يشق طه حسين نفسه كما فعل أيضا في الأيام بالمناسبة، لأنه في الأيام اخترع سارد روائي بمثابة صديق أو أب يتحدث عنه، وفصل حتى تكون هناك نوع من السيرة الذاتية والسيرة الغيرية. شخص آخر يتحدث عن طه حسين وليس طه حسين هو الذي يتحدث عن نفسه في الأيام. أيضا في أديب نفس الشيء، هناك شخصيتين أساسيتين، هناك شخصية البطل الأديب الطائش النزق الذي يساوي في رأيي أنا شخصية محمد شكري، وهناك شخصية الراوي. ولنلاحظ التالي أن الراوي نفسه هو طه حسين الأعمى الذي لا يبصر، وأن الشخصية الأساسية أديب أيضا عندها عاهة
تساوي بقدر ما عاهد العمل، وهي بالضبط في نقيضه محمد شكري الذي استطاع أن يعري ويكشف قسوة البيئة وقسوة التحديات التي عاشها، والتي أدت في نهاية المطاف إلى أن يتعلم ويسلك كما قلت نفس الطريق إلى التعليم. إذا هناك جانب شخصي نتحدث عنه من خلال رواية أديب، وجانب آخر نتحدث عنه من خلال الأيام، هما موازيين ومتممين ومكملين لأوجه الشبه بين الخبز الحافي وبين الأيام. طبعا هناك تفاصيل أخرى صغيرة جدا ومهمة جدا لا يسعني أن أقولها في هذا المقام، ولكن قريبا تجدونها منشورة، وهذه مجرد أسئلة أو حواشي على النص الذي أحبه وأهتم به وأكن له كل الاحترام: الخبز الحافي، لأنه غير المعتمد السير الذاتي العربي، وغير النظرة إلى هذا النوع، وغير النظرة إلى تصور الرجل العظيم الذي اخترعه شلاير ماخر وتلامذته في كتاباتهم عن السيرة الذاتية، وكان في رأيي الشخصي أول انحراف في العصر الحديث عن هذا المعتمد، وبالتالي فعلينا أن ننظر إليه من أكثر من منظور. شكرا لكم جزيلا، وتحياتي لضيوفكم الكرام. شكرا للناقد الكبير والصديق الدكتور سمير منتي على تلك الإطلالة، وقد تحرك تحركا مغايرا للمسار الذي اختطاه الدكتور صبري حافظ، فتأمل، وهذا ما كنت أتوقعه من المعاني، أنه تأمل فكرة السيرة الذاتية ولاحظ الانحراف أو التغير النوعي من سيرة الكتاب الذين يكتبون ربما أحيانا انتصاراتهم فقط. واذكر ان المرحوم الدكتور محمد حماسه اللطيف حينما كتب الدكتور محمود الربيعي سيرته الذاتيه، فقال له يعني عباره كده بالبلدي، قال له: حلو والله يا دكتور محمود، لكنك وريتنا الصالون وما وريتناش الحمام. يعني طبعا المفارقه انه الشجاعه او القدره على التعبير احيانا عن النواقص ووجه الحياه بجساره وشجاعه هي ما اعطى محمد شكري مذاقه اللافت، وهي عدم الخجل من الضعف الانساني احيانا والتورط الانساني او النفسي او ما الى ذلك، لان الكبار او العظماء كما اشار الدكتور سمير دائما ما يعني يقدمون الصوره البراقه ويغضون الطرف عما هو اقل منها. ننتقل الان الى الثالث الكبير الثالث في هذه الندوه، الاستاذ الدكتور محمد مشبال، وهو بالطبع اكاديمي وناقد مغربي ومطور حقيقه له مشروعه البلاغي الرصين والذي ينم عن اصاله ورغبه حقيقيه في تطوير البلاغه، وقد فعل الكثير وما زلنا ننتظر منه ايضا ذلك. هو يترأس حاليا فرقه البلاغه وتحليل الخطاب، ربما هذه الفرقه ستكون يعني الداعم او الرافض لهذه التجربه. حاصل على جائزه الملك فيصل العالميه في اللغه العربيه والادب عام 2021. هو استاذ البلاغه والنقد الادبي في كليه الاداب جامعه عبد الملك السعدي بتطوان. من مؤلفاته مقولات بلاغيه في تحليل الشعر، بلاغه النادره، اسرار النقد الادبي، البلاغه والاصول، دراسه في اسس التفكير البلاغي عند العرب، ابن جني ومدرب، البلاغه والسرد، البلاغه والادب، الهوى المصري في خيال المغاربه، والروايه والبلاغه. يعني سيره اضافيه. يعني شكرا وتحيه مره اخرى للدكتور محمد مشبال. شكرا احمد حسن والشاعر احمد حسن، وانا سعيد جدا لكوني اجالس لاول مره في منصه مع استاذي الدكتور صبري حافظ، الذي تعلمت منه الكثير من مقالاته الدسمه والطويله. هذه المقالات لم تعد اليوم موجوده، كنا نقراها في فصول مع ثله من الاساتذه الكبار، حول سيف قاسم وغير ذلك. ايضا سعيد بان جالس الدكتور سمير مندي، سمير مندي متخصص في السرديات كما ذكرت. ربما انني دخيل شوي على الموضوع.
بمعنى أنت قدمت لي في كبلاغي يعني، وأنا سأتحدث أيضا في هذا الإطار. كنت أمني النفس في الحقيقة عندما اقترحوا علي أنا كنت جاي هنا علشان يعني التحصيل الأساس، يعني مشاركة في التحصيل، ثم بعد ذلك أدرجوني في هذا النشاط. فكنت أحلم أمني النفس أن أعيد قراءة الخبز الحافي من منظور الآن، من منظور لعلي آتي بشيء، بكشف، ربما بكشف يكون ملائما لهذا البحث العلمي الضخم، لكن لم يكتب لي ذلك. فقط بنزلة برد شديدة طبعا منعتني عن القيام بهذا. ولكن مع ذلك فأنا لا أبرر الآن، لا أبرر فسأقدمه لا أبرر فسأقدمه، ولكن أقول إنني سأستثمر تجربة معايشتي لهذه المرحلة، مرحلة ظهور سيرة محمد شكري التي قرأتها أولا بالفرنسية. قرأت الفرنسية، لم تكن إلا بالفرنسية في البداية، وكانت هناك بالإنجليزية كما علمت بعد ذلك، ولكن هذه النسخة لم نطلع عليها بطبيعة الحال. بالنسبة إلي السؤال الذي يهمني والقريب من مجالي أنا ببلاغي كما تقول أنت، لماذا هذا الاهتمام الكبير الذي خلقه أدب محمد شكري؟ الاهتمام الذي خلقه هذا يحتاج منا إلى دراسة تفصيلية للنصوص، وهو ما لم أقم به لأنني مجرد قارئ، لم أقم بهذا التحليل صراحة. نعم أصارحك كما قبل، ولكن أنا سأحاول أن أقدم بعض العوامل هي بعضها خارجي وبعضها داخلي، يمكن أن تساهم في الإجابة عن السؤال لماذا هذا الاهتمام بأدب محمد شكري. ثم أنتهي إلى خلاصة نحاول أن نضع فيها محمد شكري في موضعه الحقيقي، لأن هناك في نظري هناك تضخيم، هناك مبالغة في رسم صورته، ساهم فيها هو أيضا، حتى هو ساهم فيها. إذا هذه العوامل أنا في نظري لابد أن أستحضر معكم السياق الأدبي في الثمانينات أو في أواخر السبعينات في المغرب، حيث ظهرت هذه السيرة الذاتية وتلقفها الناس وهبوا إلى قراءتها وافتتنوا بها. لابد أن نعرف هذا السياق، هذا سياق الإنتاج وسياق التلقي في نفس الوقت. صحيح أنه ربما معلوماتي غير دقيقة، ولكن يمكن الدكتور صبري حافظ أن يصححها لي. كما علمت أن هذه السيرة كتبت في فترة بداية السبعينات، كتبت في بداية السبعينات، ولم تنشر إلا بعد ظهور الترجمة الإنجليزية والترجمة الفرنسية التي ترجمها هو طه بن جبلول. أقول القارئ المغربي في تلك الفترة كان يعرف في الطفولة لعبد المجيد بن جبلول. عبد المجيد بن جبلول شخصية برجوازية، بمعنى شخصية عاش في فترة شبابه في لندن، ثم عاد إلى المغرب ودرس في القاهرة، اشتغل سفيرا، فشخصية مختلفة، أدب مختلف. إذا نحن في ذاكرتنا في أفقنا كما نقول في النقد، في أفق تلقينا هناك هذه السيرة الذاتية لعبد المجيد بن جبلول. بعد ذلك أيام وخلينا من النوحيات لأحمد أمين بطبيعة الحال. هناك رواية دفن الماضي كتبت 1966 لعبد الكريم غلال، وهي رواية المفروض أنها رواية هناك موقف للنقاد اليساريين منها باعتبارها رواية ظهرت في الاستقلال، وهي لا تشير إلى الواقع الحقيقي الذي أعقب استقلال المغرب، لأنه ربما كان من الحزب الحاكم وحزب الاستقلال إلى آخره. فهذه الرواية رواية بسيطة في بنائها وأيضا في إيديولوجيتها. إذا انتقلنا من هذه البلاغة السردية التقليدية سواء في السيرة الذاتية أو في الرواية إلى بلاغة أخرى نسميها بلاغة تثويرية تجريبية،
التجريبية في بعض النصوص. مثلا أبراج المدينة لمحمد عز الدين التاسع، زمن بين الولادة والحلم لمحمد المديني. بالنسبة إلي وأنا سأحكي لكم تجربة بطبيعة الحال، تجربة القارئ وأنا أمثل مجموعة من القراء. في تلك الفترة الرواية المصرية لم تكن تصلنا. نماذج من الرواية المصرية لم تكن تصلنا. أنا لم أعرف بشكل دقيق نماذج من الرواية المصرية إلا بعد أن جئت إلى القاهرة وعكفت على قراءات الروايات المصرية وجميع القصصية المصرية لم تكن تصلنا. فكل الكتب المتداولة عندنا في تلك الفترة هي لروايات عبد الرحمن منيف إلى غير ذلك، سعيد إدريس، الروايات المشرقية اللبنانية أو العراقية أو كذا، بحكم العلاقة وبحكم كم ديفيد، بحكم أشياء التي تعرفونها. أقول في الثمانينات، في الثمانينات هذا خاص. قلت هذه السرود، وكان عدد الروايات المغربية قليل جدا جدا على رؤوس الأصابع، كما كان الكتابات النقدية أيضا على رؤوس الأصابع، نجيب العوفي وكذا ونسيت الآخر. فالنقد سينفجر من الثمانينات فيما بعد. ماذا أريد أن أقول من هذا؟ أريد أن أقول بأن نحن أحسسنا ببؤس الخيال، أن هناك بؤسا في الخيال في الرواية المغربية في هذه الفترة، بالقياس إلى ما نقرأه من تجارب نجيب محفوظ والرواية المشرقية إلى آخره، وأن مثل هذه الكتابات التجريبية زمن بين الولادة والحلم أو أبراج المدينة رواية إيديولوجية مفتعلة ومصطنعة. وأنا لا أقول هذا الكلام لأنني حللت رواية أبراج المدينة فعلا. أنا حللت وأنا أدرس في فترة الجامعة، حللت هذه الرواية تحليلا دقيقا وانتهيت للحكم الذي أنقله بين ربما تجربة محمد زبزاف بعد ذلك. المهم ستعطي الانطلاقة للرواية المغربية. إذا في هذه الفترة الرواية الإيديولوجية، الرواية الأطروحة، مهما تدثرت بالتجريب وبتثوير اللغة وبالشاعرية، لكن في نظري تبقى هذه الروايات لم تحقق هذا التفاعل مع الجمهور، هذا التفاعل مع القارئ. هذا هو الذي أريد أن أصل إليه. عندما ظهرت السيرة الذاتية لمحمد شكري، ظهرت في صيغة مختلفة بعيدة عن السر. لأن حتى محمد شكري ليس كاتبا مثقفا بين مزوجتين، مثقف ينتمي إلى المؤسسة الثقافية، أستاذ جامعي أو كذا. بالضبط ليس كذلك. إذن عندما نضيف إلى ذلك، وهذه النقطة سأعود إليها أيضا، هذه النقطة الأولى. إذن النقطة الأولى الاهتمام بالسيرة الذاتية وبكتابات محمد شكري ينبغي أن نضعها في حوار مع النصوص السردية التي كانت تنتج في تلك الفترة أو تتلقى في تلك الفترة. هذه الحوارية الضمنية لا بد من استحضارها إذا شئنا أن نفهم هذا الاهتمام الذي أنا أطرحه الآن أمامكم، أو أبحث عنه عن سر هذا الاهتمام الآن في السياق الخارجي وليس نصيا. لكي أفعل نصيا يجب أن أفعل كما فعل الأستاذ صبري حافظ وكما فعل أيضا سفير المندي، وأدخل إلى النص وأكتشف المؤشرات النصية التي يمكن أن أزعم أنها خلقت هذا الاهتمام. وإن كانت السيرة الذاتية لمحمد شكري قيمتها ليست في شكلها، ليست في بنيتها النصية، ولكن في أشياء أخرى كما حياة محمد شكري أيضا مهمة. صورته الشخصية كمؤلف، صورته كمؤلف بمعنى أنه صعلوكي، وهو يقدم نفسه أيضا كذلك لأغراضه، فهو ليس منزها كما لا نقدس طه حسين
لا نقدسه طبعا، لا نقدس محمد شكري، وننزهه عن بعض الأغراض المادية التي كان في حاجة إليها. سواء لأنه وجد في سياق طنجة وتربى على ذلك، رباه الأجانب على أن يستأجروه في الحكي، بمعنى يحكي له ويعطوه الفلوس، يعني يعطوه المال. فيجب أن نستحضر هذا الواقع، واقع هذا المؤلف، أن حياته تختلف عن حياة الأدباء المغاربة، رغم أنه استلم وظيفة أو تسلم وظيفة، اشتغل وظيفة رسمية في المغرب، لكنه عاش حياة غريبة. فهو مهاجر فقير، امتهن مهنا حقيرة، باع الكيف، قاد الجنود من الموالي إلى المواخر، مارس السرقة، عاش الصعلكة الحقيقية، لأنه يجب أن تكون مغربيا لكي تعرف ما معنى الهجرة من الريف. أنا من منطقة غمارة على حدود الريف، وجدتي ريفية يعني أمازيغية، جدتي أمازيغية وهو أمازيغي. هجرة الريف عاشوا مجاعة، أصحاب الريف عاشوا مجاعة، لهذا فمعظمهم هاجر إلى أوروبا، هاجر إلى أوروبا. والصورة التي رسمها محمد شكري لأبيه، الصورة القاسية، هي صورة الريف في مخيالنا نحن أيضا في الحياة العادية. يعني الريفي الرجل الذي الزوج ابنه على بصر، اختلاف بصره يمكن أن يطرد ابنه طردا لقساوة الحياة. فإذا محمد شكري لم يكن يتاجر عندما يصور أباه، كان يرسمه ويقدمه في صورة حقيقية. إذا هو عاش التهميش وحياة الصعلكة، ونقل هذه الحياة إلى أدبه. إذا هذا عنصر هو أن هذا الاهتمام الموجه إلى أدبه، إلى روايته، إلى سيرته، إذ طلعت صورته كمؤلف حقيقي وكيف عاش في الواقع لها دور في خلق هذا الاهتمام. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أيضا هذه مهمة، وإن كان الأستاذ صبري حافظ قد فسرها تفسيرا رائعا ودقيقا، هي كيف تخلقت هذه الرواية، كيف تشكلت وكيف تكونت الخبز الحاتي، واقعها الحقيقي، يعني سياق تلفظها كما نقول الآن في تحليل الخطاب، سياق تلفظها كيف تشكلت، هل هي فيها صوت واحد هو صوت المؤلف، صوت محمد شكري فقط، أليس فيها بولبولز، أليس فيها فلان، أليس فيها فلان. إذا طريقة تشكلها مهمة للغاية، وهي نقطة أشار إليها صبري حافظ. لكن أنا سأشير بطريقة عادية، سأقول إن ظهورها بالإنجليزية ثم بالفرنسية وتأخر ظهورها بالعربية استدعاء تقديم دعوة لمحمد شكري لتيليساك القناة الفرنسية الخامسة، لأشهر برنامج أبوستروف، أشهر برنامج رجل بسيط جدا يظهر في القناة 1980 من تيليساك، في برنامج ثقافي شهير جدا ويتحدث عن الخبز، يتحدث عن الخبز الحافي، عن سيرته. هذا لفت النظر، هذه مهمة، هذه العوامل، لأنه عندما نقول عالمية النص ينبغي أن نكون حذرين. ما معنى عالمية النص؟ هناك إذا مجموعة من الإشارات التي تفسر أنه هناك اختلاف ما بين تلقي الأجنبي وتلقينا نحن. حتى الأجانب عندما يسبقون على هذا النص مجموعة من المدائح، وهذه الأحكام لها سياقها، ينبغي أن نكون حذرين. لا سياق، السياق مهم للغاية، السياق مهم للغاية. نحن لا ننقص من قيمة، على فكرة لا ننقص من قيمة الخبز الحافي أبدا. نحاول نفهم. نحاول. إذا محمد شكري أيضا كاتب، وهذه من الأشياء المهمة التي ينبغي أن نأخذها في الاعتبار. دخل الكتابة من وحي التجربة الحياتية. أنتم أشرتم إلى هذه النقطة، الشخصية، لأن الرجل كان
ينحت لغته وينحت حبكته ونصه من الواقع اليومي، من الواقع المعيشي. ليس ذلك النوع من الحبكة الفكرية كما قلت، ولم يدخلها من باب قراءته في نظرية النقد، لأنه الرواية المغربية كانت تتهم، وأنا من الناس الذين يتهمونها طبعا في هذه المرحلة بأنه معظم الذين كتبوا الرواية المغربية هم أساتذة الجامعة أو الناس مثقفون، يعرفون بختي ويعرفون جيرجيبات ويعرفون كذا ويعرفون كذا. فمهم في حين أن محمد شكري انبثق من الواقع الحقيقي. ولأجل ذلك أقول هذه بعض الإشارات، رغم أنه كان يقرأ باللغة الأجنبية، ومعرفته باللغة الأجنبية نتيجة مدينة طنجة، طبيعة طنجة، أنه يمكن أن يعرف في رواية من الروايات بأنه هو ألقى روايته هذه على بول بورس. ولكن أنت استقيت معلومة من هل كان صديقا محمد شكري أم لا، لست أعرف، أنه كان يلقي عليه روايته أو سيرته بالإسبانية باللغة الإسبانية، وبول بورس يسمعه ويترجم ذلك إلى الإنجليزية. المهم هناك غموض ليس هناك وضوح كثير. إذن عندما نحاول أن نتحدث عن العوامل الداخلية والتي تحتاج مني إلى تفصيل بطبيعة الحال، وأنا سأعود لأنه في نهاية المطاف أهمية هذه الندوات هي أنك تحفزك على العمل، أن التيم لا أحد ينكر أن هناك تيمات جانبة للقراءة، وتيمة الجنس من التيمة الجانبة شئت أم أبيت، وكذلك الفضح والفضح مكون من مكونات الثقافة العربية السادة العربية. ونحن عندنا نستعد الآن في فرقة البلاغة وتحليل الخطاب بإنجاز عمل جماعي عن بلاغة الفضح، موضوع خطير جدا. إذا الفضح ولكن في أقصى صوره، مارسه محمد شكري في أقصى صوره، وخاصة أنه فضح حقيقي، فضح مرجعي وليس تخيلي، فضح مرجعي يعني تخيلي، هذا مهم. فضح الأب وقسوات الفضح، عدم التستر على طفولته المشردة. إذا هذه من التيمات الجاذبة للقراءة، الجاذبة للاهتمام. هناك نقطة أخرى أو عامل آخر دون الدخول في النص بطبيعة الحال، هو توثيق المهمش والمقموع والمقبول. كل هذا المهمش والمقبول ونقله إلى عالم الخطاب نقلا جماليا في نهاية المطاف هو نقل جمالي، لا ميزون ديسكور. عندما تنقل هذا إلى الخطاب فإنك قد نقلته من الواقع إلى الجمال. بلاغة السرد هنا بطبيعة الحال تختلف عن بلاغة السرود الأخرى التي ذكرتها، لأن قراءتي مبنية على الحوارية، مبنية على التعارض، ومبنية على أن نضع هذا النص في سياقه الأدبي وليس في سياقه العالمي فقط. أدب محمد شكري صور المدينة بعد الاستقلال، هذا مهم. المدينة بعد الاستقلال، المدينة الحقيقية بعد الاستقلال، ليست المدينة الحالمة والوردية، المدينة الحقيقية، حرمان بعض وفوز بعضهم الآخر. هذا مهم لمحمد شكري ولقيمة، وجعل نصه أيضا نصا بقيمة يمتلك قيمة حقيقية، حيث تجاور التهميش. هناك التهميش مع الطنجة الكوزموبوليتية المتعددة الأجناس والثقافات واللغات في طنجة مدينة عالمية. الذي يسكن في طنجة يعرف اللغات، يعرف الإسبانية ويعرف الإنجليزية ويعرف الفرنسية، وسلوكه مختلف، هناك جنسيات مختلفة، هناك ميناء إلى غير ذلك من الأمور. فهذا النص لا ينبغي أن نفصله عن هذه المدينة، عن تصوير المدينة. إذا قلت نقطة أخرى مهمة في إطار الانزياحات، ما يسمى بالانزياحات
في إطار علاقاته بالمتلقي نقول استخدم بلاغة سردية لم تكن معهودة ومألوفة في السرد السرداتي، الابتعاد عن اللغة الفصيحة. يعني هو لم يستخدم لغة مفصحة أو يعني نعم لغة مهذبة، لا اللغة كانت تتفاعل مع العامية. هذا من جهة. من جهة أخرى أنه في إطار السردية كيف، هذه نقطة أنت أشرت إليها بامتياز، كيف قدم ذاته؟ هو لم يقدم ذاته كقدوة بالطبع. نحن درجنا على أن نقرأ السير الذاتية باعتبارها أنه عندما تكتب عن ذاتك أنت تقدم بلاغيا تكون أنت حجة قدوة يقتدى بك في القراءة. فكيف سنقتدي بمحمد شكري؟ محمد شكري عرض ذاته، فضح ذاته، فضح واقعه، قدم إذن خرق قواعد، هنا من جهة خرق قواعد النوع السيري كما هو مرسوم في أذهاننا. إذن باختصار هذه بعض الإشارات التي جمعتها وأنا أستحضر تجربتي في قراءة محمد شكري، في متابعتي لكل ما كتب عن محمد شكري، ومتابعتي أيضا لبدايات الرواية العربية، بدايات السرود المغربية. حاولت أن أستثمرها وأنتهي إلى هذه الخلاصة التي يعني أشرت إليها في البداية. ينبغي أن نضع محمد شكري في موضعه الحقيقي، لا ينبغي أن نبالغ. يعني هناك في الإعلام في الإنترنت كما اطلعت مجموعة من الأوصاف المضخمة الأكبر هوائيا. الرجل ليس هوائيا، هو كتب سيرة ذاتية وكتب مجموعة من القصص ولا يقدم نفسه باعتباره كاتبا كبيرا. فلا يجب إذن أن نضخم هذه الصورة. أوصاف الناشرين نعم صح، نعم والتجار نعم. وهو أيضا لحاجات كما قلت لأغراض خاصة ساهم في ترويج هذه الصورة لما رأى أنها تكسبه، ورأى أن الناس أيضا تنهبه أن الناس تنهبه وأن الناس بعضهم غار منه، ومعروف سجاله مع طاهر بن جلول. طاهر بن جلول قدمه ترجمه وبعد ذلك غار منه. ممكن المهم أن الطاهر بن جلول معروف يعني لا نتحدث عنه، لكن تظل تجربة الخبز الحافي باختصار بشكل خاص في سياقها التاريخي الأدبي عملا أدبيا له قيمته، ولأجل ذلك نحن هنا لكي نستحضر هذه القيمة. فقد ارتبط بالواقع ارتباطا حقيقيا، هذا الارتباط الحقيقي وأنا أفضله عن أي ارتباط إيديولوجي مفتعل كما نجده في كثير من النصوص الروائية. كما أنه هذه فكرة مهمة للغاية باعتباره يشتغل على التراث، كما أنه وصل سردنا الحديث بجذوره القديمة. فأنا قرأت كل الجاحظ، وفي الجاحظ من الفضح ما يندى له جاهل. لا أنا أدرس الجاحظ، مستحيل أن أدرس هذه النصوص، مستحيل. ليس لأنني أخاف من الرقابة، أنا أخجل من نفسي أنا رقيب، أنا لا أستطيع. الجاحظ خطير، لا أذكر الليالي، أذكر التوحيد. إذا ما أتى به محمد شكري هو أنه استعاد لنا السرد العربي القديم. شكرا لكم جزيلا. شكرا للناقد والبلاغي الكبير بحق الأستاذ الدكتور محمد مشبال. والحقيقة أنه بدأ مداخلاته بمفارقة، يعني نحن مشارقة ثلاثة ومعنى مغربي، فكان المنطقي أو البديهي الذي يتبادر إلى الذهن أن يكون يعني هو من تطوان أيضا، الدكتور محمد من تطوان، محمد شكري عاش من تطوان وكان قريبا منها كما أشار. لكن المفارقة يعني جعلتني أعيد أيضا تقديري وإعجابي بهذا الناقد الكبير، أنه يتأمل الأدب، يتأمل باحتياطاته الحقيقة، يعني نظرة أكثر من منظور. والحقيقة المداخلات السلسة بشكل عام
يعني تبدو كلوحة متكاملة الأركان. دكتور صبري حافظ أشار إلى فكرة السياقات والتكوين والنشأة وأثر ذلك في الإبداع. جيرموندي ذكر أيضا فكرة النوع وقارن وضع الرواية في سياق الأدبي. ونأتي إلى مداخلة الدكتور محمد بشبال يتأمل في السياقات وظروف التلقي وسياق التلفظ. والحقيقة ولمس يعني ملحوظة كنت دائما يعني أسر بها إلى أصدقائي الشعراء ومعنا صديق جمال فتحي وعدد من أصدقائي، أقول إن رأيي في أمل دنقل أن قصيدة لا تصالح قد اشتهرت لأسباب غير أدبية، بمعنى أن لدى أمل دنقل قصائد على المستوى الإبداعي والكتابي زي أوراق المواس وديوان الغرفة رقم 8 وأوراق الغرفة رقم 8. يعني هناك أشياء يعني الذي أشار إليه أن هناك أشياء فكرة الشهرة التي تجتذب أحيانا الرجل الشعبي أو القارئ العام دائما تبدو مختلفة عن السياق الأدبي المتخصص. فكم من الأعمال التي تلقى روادا وهي تكون يعني غاية ذات قيمة حقيقية، وذلك أمر أيضا لمسه بيير عندما أشار إلى فكرة يعني المثلث المطلوب أو فكرة أن النقاد الحقيقيين يتشككون أحيانا في الأعمال اللي هي البيست سيلرز التي تلقى روادا. لمست هذا الأمر، وبالطبع هناك أسباب تجعل محمد شكري فعلا يعني اشتهر للاسباب غير الادبيه. لكن دعني اقول لك ايضا ان القارئ للخبز الحافي وقد اتيح لي وقتا لاقرا الروايه لديه هناك ايضا امر ربما اذا اكملت الروايه دكتور محمد ستجد انه بالفعل لديه بلاغه السياق الادبي ايضا هو بلاغه السرد القائم على التشويق الدائم، بحيث لا يمكن لاي قارئ فيما اظن ان يمسك تلك الروايه والا ينتهي منها. بجانب انه يعني لمحت ايضا منطقا متميزا الحقيقه، منطق موجود لدى جابرييل جارسيا ماركيز، منطق الحكايات الصغيره التي تنمو على حافتي نهر السرد الكبير، حكايات صغيره تشبه القصص القصيره التي يغلق نهايتها سريعا وتمارس فعل من افعال التاثير والدسامه في التلقي والمشاهده. اظن يعني في معاوده الروايه قد تجعلنا ايضا ننحاز الى الادبيه ايضا لدى محمد شكري. طبعا يعني الحقيقه يعني جلسه اشكر الجميع واشكر الحضور، والجلسه كانت ممتعه وكنت اكثر الناس حظا يعني بهذه المداخلات الثلاث. ان يعني اراد يعني احد الاعزاء او الحاضرين ان يقول تعليقا او يعني الاستاذ منتصر مثلا اتفضل. الروايه كبير الاستاذ منتصر. يعني فعلا في البداية أنا شخصيا استمتعت فعلا بجلسة، وأحيانا أنا أخشى من جلسات المعرض إنها تكون كلمات سريعة متعجلة، لكن هذه الجلسة بالفعل ثرية جدا وتثير الكثير من الأسئلة. كما أشار يعني الأستاذ الدكتور صبري حافظ فعلا هو يعني قال أننا لابد لا نغفل أعمال محمد شكري الأخرى. ومشكلة محمد شكري بأن رواية الخبز الحافي يعني هي يعني الشمس التي تحجب بقية أعماله المهمة وأيضا البعيدة أحيانا عما نظنه من قصة أو رواية. فيعني الإشارة إلى اليوميات التي كتبها مع جان جيني وتينسي ويليامز، يعني أنا من الناس يعني الذين يعتبرون محمد شكري رائد مهم في كتابة اليوميات.
هذا مهم جدا وإشارة، ولابد من العودة إلى هذه اليوميات التي سبقت هذا الانفجار الذي يحدث الآن في كتابة اليوميات، وهي مخلصة إلى حد كبير إلى يعني جماليات يعني هذا الشكل، طبعا إذا سمي شكل، يعني إلى جماليات اليوميات، يعني بما فيها من صراحة جارحة وكشف لتفاصيل دقيقة، يعني طبعا يغفل عنها التاريخ الرسمي سواء لجان جيني أو تينسي ويليامز. يعني هذا العمل يعني من الأعمال يعني التي تظل جديرة بالقراءة رغم أنها بعيدة عن الاهتمام. بالإضافة إلى تلك المراسلات ما بين محمد شكري ومحمد برادة. وطبعا كما تعلمون محمد شكري كتب معظم هذه المراسلات من مستشفى الأمراض النفسية، أو كان يعالج في هذه المستشفى. فكان أكثر يعني صراحة وأكثر صدمة يعني في تلك الرسائل. وطبعا رغم معزتي الشخصية لمحمد برادة، لكن يعني في هذا الكتاب يتضح بشكل بين يعني تعرف وجه محمد شكري الصادم والذي لا يغفل عن اي شيء والذي لا يحرم انه يقول اي شيء، وبين برادة يعني احيانا برادة يعالج محمد شكري يعالجه في رسائله، يحاول ان يعني يخفف من تلك الحده. فمحمد شكري له وجوه، اذا استعرنا يعني عنوان كتابه الجميل ايضا الوجوه، فهو له وجوه اخرى ايضا مختلفه. سمير فعلا تلك المقارنه تستحق بانك تكملها وتنشر هذا البحث، لانه فعلا يضيء ليس فقط وجه محمد شكري، يضيء الوجه الاخر لطه حسين في طبعا في كتاب الايام. ويعني هنا الذكاء، يعني كأن محمد شكري يضيء طه حسين. فطبعا هذا يعني ملمح جميل للغايه. الصديق طبعا محمد مشبال فعلا في البدايه انا فكرت انك انت مش محضر حاجه وجاي تقول كلام سريع، لكن انت كنت لا ابشرك انت قلت كلام مهم. والإخلاص والتعامل برقي في توجيه الثقافة للناس اللي حاضرة، حتى لو الناس اللي قاعدة مش مهتمة. فبراعي لاحظت ان المنصة بتبقى أمينة جدا في توجيهها في حواراتها الموجهة للناس. الدكتور صبري حافظ كل مرة بيتكلم بيبهرني بأسلوبه، بلغته، بحكاياته، بصدقه في روايات حكاياته وعلاقاته بالأدباء. ربنا يديله الصحة يا رب ويمتعه بالصحة والعافية، وننتظر منه كتب تاني ودراسات جديدة إن شاء الله. طبعا دكتور سمير مندي يعني هو مش محتاج إشارة، لأنه يعني اللفتة أو اللمحة اللي هو التقطها في المفارقة ما بين طه حسين والخبز الحافي ومحمد شكري، وازاي القدرة على ربط السيرة الخاصة بالأيام وأديب عملين بالخبز الحافي، وازاي قدر يربط بينهم بمقارنة. أنا أنتظر الدراسة اللي حضرتك قلت إنك بتعدها، لأن هي هتبقى أكيد فيها تفاصيل كتير مهمة، وهتلاقي قصادها ناس هتحاول تنظرك فيها أكيد وتختلف معاك فيها. دكتور محمد أنا تشرفت بيه جدا وأعجبت جدا بجرأته في إعلان عدم تأليه أو تقديس أدب شخص ما. يعني هو الفكرة أنا كمان أحب جدا إنه إحنا ناخد كل عمل على حدة، ما ناخدوش كله. وهل هي الخبز الحافي تستحق هذه الحفاوة؟ ربما كانت تستحق هذه الحفاوة بالفعل في سياقها، في سياق صدورها، ولأسباب كتير جدا. وربما يكون بعض الأدباء من المصريين، أنا أظن إن مصر صانعة النجوم في كل المجالات بكل تحيز وبكل يعني عنصرية. يعني مصر فعلا بتصنع الأدباء.
ف ليه احنا مصر عملت محمد شكري فعلا مكانه كبيره جدا. انا بحب روايه وبحب اعماله، لكن مش معنى ده انه لو في حد شايف حاجه ثانيه ان انا اختلف او اقول لا انت ازاي تقول كده وانت كمغربي بتقول الكلام ده، لا لا لا. فهو بصراحه اعجبت جدا بجرأته وبرؤيته الشامله لاسبابه ليه هو مش شايف ده، وفي نفس الوقت انصفه برضه في حديثه، يعني كان منصفا وكان محايدا. انا بشكركم جدا وسعيده بهذا اللقاء. شكرا الصديقه العزيزه والكاتبه الرؤيه سهى زكي. والان يعني وقد انتهى وقت الندوه، لكن دعونا نختلس بعض الدقائق الثمينه ونستمع الى تعقيبات سريعه من الاستاذ الدكتور صبري حافظ، ثم صديقي الدكتور سليم مندي، ثم الاستاذ الدكتور محمد بشكل. أنا حقيقة يعني تعقيبي الوحيد إن أنا سعيد جدا بالزميلين الدكتور مندي والدكتور بشمال، لأن كل منهما أضاف شيء مختلف تماما لهذه الندوة. حقيقة أنا حضرت يعني اشتركت في 4 ندوات قبل كده، وحضرت يمكن 3 4 تانيين. دي من أثرى وأغنى الندوات اللي حضرتها في معرض الكتاب هذا العام، فشكرا للزميلين وأنا سعيد بالمشاركة معهم. دي شهادة طبعا أعتز بها أنا شخصيا، وأعتقد إنه الدكتور محمد أيضا يعتز بشهادة أستاذ كبير ومعلم رائد مثل الدكتور صبري حافظ. وأنا شخصيا سعيد جدا بالندوة دي، لأنه منذ سنوات لا نشهد حقا أوراق جدية تلقى في محافل عامة سواء في ندوات أو في مؤتمرات، وإنما هناك بالتوازي مع ما يقول الدكتور محمد مجبال إيديولوجية الرواية بالتوازي مع إيديولوجية الأوراق اللي بتطرح في المؤتمرات، والتي يغلب عليها غالبا التكرار وليس التجديد. أنا سعيد أيضا بورقة الدكتور محمد مجبال، الحقيقة أضافت لي كتير جدا، والرجل محاطة بسياق تلقي النص وبسياق كتابتي وبظروف تاريخية وأدبية متنوعة وغنية ودقيقة جدا. والحقيقة كنت عايز أسأله سؤال في نقطة هو اتكلم فيها، نقطة بسيطة كده. هو اتكلم عن ان نص محمد شكري لابد ان يوضع في حواريه مع النصوص ومع الكتابات الادبيه التي كتبت في اواخر السبعينات من القرن الماضي. وده في رايي شويه يتعارض مع ما قالوا عن ان النص الحقيقه ليس نتاج خيال ادبي خالص، وليس نتاج كتابة على غرار التأليف الأدبي السائد في هذا الزمان أو في أي زمان. الراجل قرر يكتب حياته الشخصية فراح في المقابر وكتبها كما عاشها بالضبط. وربما الاختلاف الوحيد بين ما عاشه وما كتبه هو فكرة التخلص السردي وفكرة الكتابة السردية التي تتطلب طبعا مجموعة من الأدوات والتخلصات والتصوير بطريقة معينة حتى تكون أمامنا كتاب أو رواية. وباختصار الحبكة طبعا غير موجودة في واقع محمد شكري. هي دي الشيء الوحيد اللي ممكن نتكلم عن أنه كتبه من عين الخيال. أنا أود أن أسأله كيف يمكن أن نقيم هذه الحوارية ونحن نعلم أن هذا النص أصيل مقطوع من قماشة الواقع مباشرة ومفروض أمام عيني. ممكن نعم، شكرا جزيلا. يعني أنا كنت سأعتذر عن هذه الندوة، لكن الآن أنا سعيد جدا وفرحان أنني شاركت فيها واستفدت كثيرا. أنا أقولها بكل سرعة يعني. ثانيا صحيح سؤالك سؤال الاهتمام لا الدهاء هو سؤال شكلاني طرح شكروفسكي في كتابه عن نظرية الأدب الذي ترجمه تودوروف، ثم بعد ذلك طرح عند السيميائيين. فأنا استعرضت هذا المفهوم من هذه الدراسات، لكنني لم أقم بدراسة سيميائية
أو دراسة بلاغية دقيقة للنص لكي أستخلص هذه المؤشرات التي خلقت الاهتمام. وأشار إليها الأستاذ حسن وأشار إليها أيضا منتصر بأن النص فيه من المقومات ما يجعله يخلق هذا الاهتمام. وأنا بينت لكم بأنني لم أكثر من النص، أنا استثمرت تجربتي فقط. أما فيما يتعلق بالحوارية فأنا أقصد الحوارية على مستوى التلقي، على مستوى التلقي وليس على مستوى الإنتاج. يعني ما ليش دعوة أنه قرأ هذه النصوص ولم يقرأ هو، ولكن أنا كقارئ أنا عبارة عن نصوص، أنا عبارة عن نصوص تشكل أفق انتظاري. فعندما أقرأ أبراج المدينة وما بين الودادة والحلم أو أي رواية أخرى مغربية، وبعد ذلك أقرأ نص السيرة، فدي تخلق لي نوعا من التفسير والتأويل بأن هذا النص جاء ليكسر هذا النمط، حتى وإن كان لم يقرأ محمد شكري هذا الموضوع. فالحوارية يمكن أن تكون مع نصوص سابقة، يمكن أن تكون الحوارية مع نصوص قادمة وليست مقروءة يعني. شكرا للنقاد الكبار وشكرا للحضور الكريم. يعني هذا اقتربنا النهايه، يعني انتهت الجدول خلاص والمعرض يعني كان لازما. كل سنه وانتم طيبين.